فتنهنيو الساكنه بهذا الجو الديمقراطي، ونحن شاءت الاقدار ان نتبوأ في صف المعارضه. فكما تتعلموا بان حزب العداله والتنميه انه كان في التسيير، وبالتالي انه استطاع يبني واستطاع انه يعطي اكثر لهذه المدينه هذه بشهاده ديال الجميع. وخير دليل على ذلك انه حصل على اعلى نسبه في التصويت لما يناهز 3200 صوت، وحصل على اعلى رتبه ديال المقاعد اللي هي 8 ديال المقاعد. ولكن شاءت الاقدار ان تتحالف واحد المجموعه ديال الاحزاب باش انها تظفر بالرئاسه. هذا ما تمنعش باننا سنتنبؤ في صف المعارضه، وبالتالي اننا كل ما هو كما اؤكد ان كل ما هو في صالح المدينه اننا سنصفق له، وكل ما هو ضد المدينه وضد الساكنه اننا سنحاول ان ننتقد انتقاد البناء على اساس اننا سنوجه الامور لكي تسير في المسار الصحيح، لكي نتم هذا البناء، وبالتالي نتم هذه الاوراش اللي فتحها هذا المجلس السابق اللي كانت رأسه حزب العداله والتنميه. وان شاء الله لنا لقاء اخر لكي نوضحوا المواقف ديالنا اكثر. وشكرا للبوابه على مواكبتها لهذه الاحداث وعلى الحياد والموضوعيه ديالها، والى اللقاء.